ركزوا معايا بقى عشان في فرخة كاملة مدهونة زبدة وشوية زعتر وروزماري. بس ايه حدوتة، نجهز الحاجة ويلا بينا. اول حاجة هنعمل محلول نقع للفراخ، وده بيخليها طرية من جوه كده وما فيهاش اي زفارة خالص. والفراخ ما بتتغسلش، في بولة فيها شوية مية، شرايح برتقان، زعتر فريش، ليمون، روزماري، ملح وشوية سكر، ونقلب. وهات الفرخة بتاعتك بقى اعمل لها مساج كده وسيبها حوالي ساعة ساعة ونص في البولة دي. نسيبها على جنب بقى ونبدأ نعمل الزبدة المتبلة بالأعشاب. في بولة فيها 100 جرام زبدة ثوم مفروم، زعتر فريش، روزماري، بابريكا، بصل بودر وملح وفلفل، ونقلب تقليبة حلوة ونجهزها للفراخ. وانا معدي كده لقيت لك شويه خضار، وانت عارفين ان انا مدلع نفسي سيكه، بطاطس، بصل، جزر، فلفل حامي، ونتبلها ببابريكا وملح وشويه فلفل وشويه زيت زيتون، ونقلب تقليبه حلوه. ودي هتكون الارضيه اللي هتكون على الفراخ. ونديها عودين روزماري وشويه زعتر، وندي تقليبه حلوه ونحطها بقى في الصينيه. بعد كده نرجع للفرخه بقى نحطها على مناديل وننشفها كويس، ونبدا نجيب الزبده اللي احنا دوبناها بالزعتر والروزماري ونفتح كده من تحت الجلد ونعمل لها مساج. بقول لكم ايه، براحتكم بقى في المطبخ بتاعكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. اعمل مساج حلو كده وحط الفرخه على الصينيه كانها برنسيسه، اتعامل معاها انها برنسيسه. على الخضار نحط شويه زبده ونقفل بورق زبده وورق فويل، وندخل الفرن على 180 ساعه ونص تطلع معاكم حدوته. ما تنساش تعمل سيف للحلقه دي، وقول الحلقه الجايه عايز تاكل ايه. سلام.